مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أوقفت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بتكيوين شخصا وسيدة يبلغان من العمر على التوالي 34 و51 سنة للاشتباه في تورطهما في إعداد وترويج مسكر ماء الحياة الماحية. وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية أخليج بضواحي مدينة تكيوين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 1800 لتر من مسكر ماء الحياة و200 كيلوغرام من المواد الأولية المخمرة التي تستعمل في تحضيره. كما أسفر التدخل الأمني أيضاً عن حجز مجموعة من البراميل البلاستيكية والأنابيب والأواني التي يشتبه في تسخيرها لغرض إعداد المشروبات الكحولية. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.